السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الله؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناتي، قناة دينا ريان. قبل ما تنتهي الفيديو اشتركي في القناة عشان صغيرة تكبر بيكم. يلا بينا بقى. النهارده روتين رمضاني كده زي ما بيقولوا. عايزه اقول لكم انا لسه كده فطرانه، وقلت طبعا فنجان القهوه دوت بعد ما بصلي المغرب كده ده اساسي عندي، لان بجد بقى مصدعه جدا. عايزه اقول لكم الروتين النهارده من فطار اليوم لفطار تاني يوم، يعني روتين يوم كامل بمعنى الكلمه، وروتين رمضاني بقى. يعني بعد ما شربت القهوه طبعا وصلينا المغرب ونزلت وجيت وصليت العشاء لا كنت لسه ما صليتش التراويح كمان. تمام كده. فالمهم نزلت، كنت محتاجه حاجات من السوق، عندنا السوق بيبقى فاتح بعد الفطار عادي. فقلت بقى ايه انزل اتمشى كده. الواحد كان بصراحه يعني كل ومش قادر قلنا ننزل نتمشى شويه. فبصراحه كنت محتاجه اجيب سمبوسه. السمبوسه دي حلوه جدا، اسمها روتانا. عايزه اقول لكم جميله تحفه جدا جدا. بصراحه هي كان عن تجربه يعني، واحده صاحبتي جابتها لي قبل كده وقلت لها نوعها ايه، لان بجد جربت انواع كتيره بتشرب زيت ومش حلوه. والفرق ما بينهم 3 جنيه مش اكتر، يعني كنت بجيب التانية ب15 دي ب18. بس حلو قوي. والجلاش برضو روتانا حلو جدا جدا وبيبقى اكتر، عبوته اكتر من الانواع التانية. جايباه تقريبا ب15 متهيألي، يعني أنا كنت جايبه كنافه وجلاش وسمبوسه مع بعض. وجبت طبعا فول عشان السحور، جبت كيسين كده يكفيني يومين او 3 ايام. جبت كيس سكر. عايزه اقول لكم رمضان بيستهلك سكر بطريقه، الله المستعان. جبت بقى كيلو لبن عشان السحور، لازم طبعا كوبايه شاي بلبن بتاعت السحور دي. جبت بطاطس، جبت كيلو ونص، تقريبا الكيلو ونص ب10 او الكيلو وربع، والله مش فاكره. جبت نص كيلو لحمه مفرومه، كنت محتاجه لحمه مفرومه عصجه وكده، قلت لو احتجتها في اي نوع اكل في الفطار. دي جايباها بلدي، كان الكيلو ب220، جايبه نص كيلو. الكيلو نص كيلو ب110، لو حسبتيها لو جبت المجمده هات كيلو ب100 جنيه. فالفرق ال10 جنيه دي بصراحه هتبقي واخده الحاجه ضمنها. الراجل بقى يقطع لي بصراحه اللحمه ويحطها لي في المفرمه قدامي، يعني انا شايفه شكل اللحمه ازاي، مش مفرومه وخلاص بيحط لي، لا، هو بيقطع اللحمه بصراحه ويحطها لي في المفرمه قدامي. جبت نص كيلو كنافه، كنا محتاجين بصراحه حاجه كده تحليه بعد الفطار، فجبت نص كيلو كنافه ب15 جنيه. بعد كده بقى قلت اصلي التراويح، كنتش صليتها، كان الساعه داخله على 9. قلت لا ما بديهاش انا كده هكسل. بصراحه رحت ايه بقى مصليتي كده ومصحفي وسبحتي وقعدت ايه مع نفسي. بجد بتفرق جدا جدا لما بتقعدي كده شويه مع نفسك. طبعا بخرج الاولاد اقول لهم لا مع نفسكم بقى وسيبوني انا مع نفسي. بصراحه ببقى ايه مش عايزه حاجه تشد انتباهي او يعني تخليني مش مركزه، بتبقى بجد يعني ساعة مع الله زي ما قلت لكم قبل كده، بجد بتفرق جدا. يعني ساعة الا ربع كده بتبقى طبعا بتصلي العشاء، بتصلي السنة، تصلي التراويح، وتختمي بالشفع والوتر. ربنا يتقبل منا يا رب ومنكم صالح الأعمال. فبحب أقرأ من المصحف كده عشان مخليها ختمة لقراءة السنن بتاعة النوافل والسنن بتاعة الصلاة بختمة، والتراويح طبعا. وبخلي ختمة بقى اللي هي القراءة العادية بقى اللي انت بتقرأها لوحدك كده في رمضان. فربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. فبعد ما صليت التراويح طبعا بعدها بحبه حلوين طبعا قلنا بقى ايه نحضر السحور بعدها بكام ساعه. فانا حبيت بقى الفيديو كده جاي معاكم ورا بعضه. عملت بقى فول ببيض، وعملت بابا غنوج، وعملت بطاطس محمره وجبنه قريش بطماطم بقى ما اقولكوش. جوزي ما بيحبش الجبنه قريش، فكنت حاطه له حته جبنه بيضه في طبق، والزبادي، وطبعا الشاي بلبن ما اقولكوش لازم اساسي طبعا، عشان الواحد ما يصدعش طول النهار. بس كده. وبعد كده قبل ما انام بقى وخلاص اتسحرنا، اللهم صل على سيدنا محمد، قلت لا انا عايزه بقى اعمل زبادي، لان بجد اسعار الزبادي ايه ده ايه ده ايه الاسعار دي بجد صعبه قوي. وعايزه اقول لكم كوبايه الزبادي مش بتبقى كوبايه على اخرها، لا بتبقى نصاص والله العظيم. يعني ممكن نجيب 3 4 تلاقي 2 3 مليانين على اخرهم، وواحده ولا 2 انصاص العلبه نص، يعني حاجه كده الله المستعان. وعلب الزبادي بقى 5 و6 و7 وارقام مهوله. وانتي طبعا يوميا مش بتجيبي واحده ولا 2، لا بتجيبي واحده افراد الاسره. فرحت جبنا واحده كده زياده في وسط العلب. فقلت ايه لا ما بديهاش، احنا شربنا خلاص شاي بلبن من اللبن. وبعد كده قلت بقى الباقي اللبن، يعني ده يعتبر كيلو الا ربع لبن، هيعمل معايا ما شاء الله 6 اطباق. حطيت عليه علبة زبادي، يعني يستحسن ان هو يكون زبادي بلدي مش زبادي اللي هو الشركات، هيطلع معاكي احلى كتير. تمام كده. انا ما حطيتش اي حاجه غير اللبن بعد ما برد خالص. وبعد كده حطيت عليه علبه زبادي بلدي، وبعد كده هبدا اقلب بالمضرب كده عشان يتفتت معايا كويس جدا ويبقى مش مكتل معايا من تحت. لا افضلي اضربي فيه. في ناس بتعمله في الخلاط، بس انا بصراحه لا ما حبيتش موضوع الخلاط ده. على طول بعمله كده وبيطلع معايا جميل جدا. وبعد كده جبت الفخارات، عندك كوبايات، عندك فخارات، عندك علب الزبادي غسلاها كده وحابه ان انت تحطي فيها تاني براحتك. بس بصراحة ما ينفعش علب الزبادي، لان احنا نعمل خطوة ممكن تسيح علبة الزبادي لانها بلاستيك. عندك كوبايات ازاز بتاعت الشاي كده، عندك كوبايات او اطباق بتاعت الرز بلبن. الفخارات دي حلوة جدا، عايزة اقول لكم يعني لو مش عندكم هي بتتباع.
اللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده هبدأ بقى افضي اللبن بتاعي او الزبادي بتاعي. والخطوه التانية بقى اقول لكم عليها دلوقتي عشان تمشوا بالخطوات مظبوطه وتطلع معاكم، يطلع معاكم كتله واحده، ما يطلعش معاكم مفتت، لان انا عملته على مرتين، مره طلع معايا مش متماسك فرحت عملته بالخطوه التانية. الخطوه الاولى ان انا بعد ما صبيت كده حطيته في الفرن وسبته، نسيت خالص خالص ان انا احط له ميه مغليه. تاني يوم لقيته يعني عامل زي لبن رايب، ولا منه زبادي ولا منه لبن. رحت قلت لا ما بديهاش انا، ايه هعمل بقى خطوه الميه. افتكرت بقى لما لقيتها مفتته كده ومش راضي يمسك، افتكرت ان انا ما عملتش خطوه الميه المغليه اللي بتتحط في الصينيه، وبتبداي تحطي الاطباق وبعد كده تغطي وشها باي حاجه عشان البخار يخلي الزبادي يتماسك مع نفسه. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك عمل معايا 6 اطباق او 6 فقارات. عايزه اقول لكم الفقاره دي كبيره، يعني ممكن لو كوبايات او اطباق صغننه شويه يعملوا 8 مش 6. وكمان انا عامله كيلو الا ربع مش كيلو، لو كيلو ما شاء الله ممكن يعمل لك يجي 10 كوبايات. ما شاء الله لما بارك يكفوك يومين 3. غير بقى ما تروحي تجيبي علبه ب5 6 جنيه، احسبي بقى في كام يوم مع عدد افراد الاسره. لا مبلغ بجد حاجه كده يعني. ربنا يعيننا ويقوينا بجد. الناس بتستغل ان يقولك ده موسم مش موسم، لا انت كده بتستغل بصراحه. الله يسامحهم، مش هنحاسب عليهم في ايام مفترجه زي دي، الله يسامحهم. بعد كده بدأت ان انا ارصهم زي ما قلت لكم الفخارات كده في الصينيه فيها ميه مغليه من الكتل، وبتبداي تصب في الصينيه تمام كده. وبتغطي الوش بقى بفوطه نظيفه كده، يا اما بغطا اي غطا، المهم ان انت تغطي الفخارات بتاعتك او الاطباق بتاعتك او الكوبايات اللي فيها الزبادي عشان البخار يسوي الزبادي. بصوا ما شاء الله متماسك ازاي. لو كنت وريته لكم اول مره كان عايزه اقول لكم لبن رايب مش زبادي خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما عملت بقى الخطوه دي بقى هبدا بقى اطلعه. طبعا عاملاه من بالليل والصبح تاني يوم، يعني المفروض اصلا ده تاني يوم، بس انا قلت اوريكم بس ايه الطريقه كامله على بعضها. المفروض تاني يوم الخطوه دي حصلت يعني، وبعد كده هحطهم في التلاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا بينا بقى نشوف ايه اللي حصل بعد كده. الكلام ده كله لازم الزبادي يقعد في الفرن تقريبا من يعني حاولي يعني يعدي 10 ساعات، يعدي كمان 10 ساعات، لان انا عاملاه بالليل في السحور. تاني يوم بقى وانا بعمل الفطار رحت حطيتهم في التلاجة. فاهمين قصدي؟ نرجع تاني بقى لنفس الكلام. كنت لسه بالليل، انا قلت لكم ان وصفه الزبادي لازم قلت اوريها لكم على بعضها. هنا لسه كنت بالليل قبل ما انام بعد ما سحرنا وعملت الزبادي، ورحت قلت بالمره اطلع الاكل اللي هعمله. كنت عايزه اعمل بقى تاني يوم محشي كرنب. الكرنب ده اللي انا فرزته معاكم، والجوافه دي انا مفرزاها بقالي كتير جدا جدا، كنت مفرزه كام كيس جوافه. طلعت برضو قلت كتغيير مش كل يوم تمر وبلح. طلعت كيس جوافه عملته بلبن بقى. كل حاجه هشوفها دلوقتي معاكم. والصلصه دي كنت مسبكاها وعامله لها البصله بتاعتها ومتبلاها ومخليها. بصوا يا دوبك تفك واحشي على طول، ما فيهاش اي حاجه تتعمل. يعني انا مجهزه المحشي تجهيز كامل بمعنى الكلمه. والكرنب بتاعي برضه هيفك. وتاني يوم بقى بصوا السرعه تاني يوم بقى بعمل الفطار. هبدا بقى زي ما انتم شايفين حشيت الكرنب بتاعي ما فيهوش اي حاجه، لان انا ما صورتش معاكم، لان انا كنت مجهزه الصلصه مجهزه كل حاجه. يا دوبك حطيت الرز، حطيت الخضره اللي انا برضو مفرزاها، وبدات ان انا احشي الكرنب بتاعي. سلقت بقى اللحمه. كنت جايبه ما شاء الله نص كيلو لحمه اللهم بارك اللي قلت لكم عليها اللي كانت مفرومه. كنت جايبه نص مفروم ونص قطع. نص القطع اتغدينا منه وفطرنا منه يعني، والنص المفروم عصقته. هتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي عشان هنعمل مع بعض اكلات منه، وهقول لكم برضو تفرزوه ازاي وتشيلوه ازاي. سلقت اللحمه عادي خالص عشان اخد الشوربه بتاعتها وابدا اسقي المحشي. هنا بقى كنت عامله بقى سمبوسه بالجبنه. عايزه اقول لكم السمبوسه دي اصلا يعني ممكن ما تكونش لها علاقه بالاكل بتاع النهارده بس احنا عندنا السمبوسه دي في رمضان يعتبر يومي شبه يوميا، لان ابني بيحبها جدا وهي بتبقى خفيفه. انا على طول بعملها بالجبنه مش باللحمه، بتبقى خفيفه جدا جدا. وبصراحه نوع السمبوسه اللي انا جايباها المره دي حاجه كده فوق الوصف، خفيفه جدا وهشه جدا وما بتشربش زيت خالص. يعني حتى هتلاحظوا ان انتوا بتحطوا السمبوسه وتطلعوها نفس كميه الزيت، هي ما بتقلش خالص. يعني معنى كده ان هي ما بتشربش الزيت خالص. بصوا بقى المحشي اللهم بارك كان روايح بقى ما اقولكوش. واحد كان لسه صايف كان صايم، كان لسه فاضل تقريبا 5 دقايق او 4 دقايق على المغرب. كنت عامله بقى اليوم ده صوبيا، وكنت عامله جوافه باللبن، وكنت عامله بلح. كان جوزي بقى النهارده هيفطر معانا، فيعني ما بتحصلش على طول يعني فقلت لا ما بديهاش، يلا بقى تبذير بقى ونعمل كذا نوع عصير. غير كده انا بعمل نوع واحد ممكن عشان ابني ما بيحبش البلح بعمل له هو نوع وانا نوع، فبس كده مش اكتر، وايه على قد يعني. بس كده بقى. وبعد كده جينا للمواعين ما ادراكم ما المواعين. بس كده اتغدينا، وبعد كده بقى قلت اصلي المغرب وهنشوف بقى المواعين بتاعتنا.
المهم بقى كانت كتير ساعتها عشان الاكل بقى وطول اليوم بقى انا في المطبخ وبحط واقول في الاخر. واوقات بقى يعني بقول ايه، لا بلاش بعد الفطار الواحد بيبقى همدان، لا انا هعمل المواعين قبل الفطار ويبقى فاضل بس الطبقين بتوع الفطار وخلاص، فاهمين قصدي؟ فعلى حسب الواحد بيبقى قادر ساعتها ولا لا قبل الفطار. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا كان الحوض مسدود وكانت الدنيا معصلجه معايا، وكان الحمد لله يعني الدنيا كانت عاملاها معايا يعني. خلصت كده وطبعا الحوض وسلكته وبدأت كده أصبنه، وهبدأ بقى أغسل المواعين معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى زي ما قلت لكم في عنوان ان شاء الله، لسه والله ما اخترتش العنوان بس ان شاء الله العنوان هيكون برضو من ضمن الكلام اللي هنتكلم فيه النهارده، ازاي تنظمي يومك في رمضان. تنظيم اليوم في رمضان عايزه اقول لكم اليوم بيعدي بطريقه لا تتخيليها. اول حاجه كده بالنسبه لليوم، يعني اليوم قصير، فهنعمل ايه بقى؟ دلوقتي مثلا لسه صاحيه من النوم، صحيتي مثلا قبل الظهر. انت طبعا احنا نايمين ومصلين الفجر، اللهم لك الحمد. لازم طبعا تتعودي في رمضان بالذات، لان احنا اصلا ما فيش حد بينام لحد الفجر بعد ما بنتسحر وبنصلي الفجر وبننام. في ناس بتكمل يومها ربنا يعينها ويقويها، وفي ناس بتنام على كده. فاحنا كده خلاص صلينا الفجر، نيجي نصحى بقى مثلا تصحي قبل الظهر، تصحي 11 تصحي 12، تقومي بقى تلحقي لو ركعتين الضحى. وبعد كده بعد ما تصلي ركعتين الضحى بتبدأي بقى الظهر بيدا، تبدأي برضو تاخدي معاك الظهر. بصي انت النافلة في رمضان يعني بعشر أمثالها، ولا يعني بعشر أضعاف أمثالها. وكمان الفروض طبعا لازم أساسيات. السنة بعشر أمثالها، النوافل والسنن والتراويح، قراءة القرآن الكلمة بعشر أمثالها، دي بقى أضعاف أمثالها في رمضان. فيعني مش عايزين نترك كده يعني ولو دقيقة في رمضان تعدي كده هباء، لا لا، مش عايزين نبقى من خاب وخسر ان ما يكون عدى عليه رمضان ولا كني عمل حاجة فيه يعني، لا عايزين نعمل كتير. السبحة في ايديكم 24 ساعة، تصلوا تسبحوا بعد تقرأوا قرآن سبحوا، وانتوا في الشارع سبحوا، وانتوا في البيت حتى تتفرجوا على التلفزيون سبحوا. بس احنا الواحد يعني يحاول يقلل موضوع التلفزيون ده خالص. والمسلسلات الكارثة اللي اليومين دول في المسلسلات حاجة كده والله العظيم، يعني الله المستعان. يعني المفروض مسلسلات رمضان تكون حاجة في غاية الاحترام، لا ما فيش الكلام ده خالص. فربنا يعيننا ويقوينا جميعا. نحاول نغض البصر زي ما بنصوم كده، ونمتنع عن الطعام، نمتنع عن الاقوال السيئه، الاقوال الوحشه، الكلام اللي ما ينفعش يتقال. لازم طبعا زي ما بنصوم عن الاكل والشرب، بنصوم عن الكلام الوحش اللي بيتقال اللي احنا عارفينه تمام كده. يعني مش الصيام مش اكل وشرب، الصيام كمان ان انتي لازم طاعه الله وذكر الله والصلاه والصوم وقراءه القران والاستغفار والتراويح. التراويح دي اجمل حاجه في رمضان، بحبها جدا والله العظيم، الله المستعان. فزي ما قلت لكم كده لازم في رمضان اللهم صل على سيدنا محمد يعني بعد ما نصلي بقى الضحى نرجع تاني لكلامنا. بعد ما نصلي الضحى نصلي الظهر طبعا بالسنن. حاول السنن نخليها في قراءة المصحف، حتى لو ختمة لوحدها غير الختمة بتاعتك الأساسية زي ما اتفقنا، عشان نحاول نختم مرتين ثلاثة في رمضان. ربنا يعيننا ويقوينا جميعا. خلي بس نيتك كده خير، وإن شاء الله ربنا يعينك ويقويك. بعد ما نصلي الظهر طبعا لو عرفتي تقرأي لو نص جزء تمام كده. العصر هيدا تصلي العصر بالسنن بتاعته وحتى لو نص جزء. تصلي المغرب نفس الكلام. العشاء طبعا بقى بالتراويح، كل ده بالجزء بتاعك. يعني كده ممكن تقفلي اليوم في جزء ونص او جزئين غير اللي انت بتقرأيه في السنن بتاعه الصلوات. فربنا يا رب يتقبل. ولازم يعني نرتب كده حياتنا، نرتب يومنا كده في رمضان عشان نطلع منه من الفائزين بإذن الله. وربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا رب. الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو 1%. بحبكم أوي في الله، وإن شاء الله الفيديوهات هتنزل لكم الساعة 10 بالليل. بحبكم